بألم من ميزان المال وأمل في إعلام ينقل الحقيقة، حاولت أمهات وزوجات المحكوم عليهم بالإعدام نقل مأساتهم عبر وسائل الإعلام، ولكن صرخاتهن لم تجد صدى في الإعلام المصري، بل كان الاحتفاء بالقاضي الذي أصدر الحكم نهجا عاما للإعلاميين. ليه يعني 528 ما ياخدوش؟ هو ايه اللي هيحصل في البلد يعني؟ لكن اهو القاضي قال لك خلاص طالما حضرتك شفت انه في رأفة خلاص انا الرؤوف الرحيم. كثر المحتفون بالحكم، فقال مقدم برامج كان يوصف بالمعارض لنظام مبارك إن الحكم بإعدام مئات المصريين خير دليل على استقلالية القضاء. أو هكذا أثبت القضاء المصري استقلاله التام المطلق المتمم والمتمم، استقلال يكاد من إحساسك بعظمة وضخامة وهول هذا الدليل على استقلال القضاء المصري أن تعلن للكافة إنه أنت قصاد قضاء شامخ عظيم بالفعل. وإذا كان هذا حال الفضائيات الخاصة فلم يختلف الوضع في التلفزيون الحكومي. كل التحية لهذا القاضي صاحب الكلمة الجريئة، والحقيقة أنه هو أشفى غليل أهالي القتلى والشهداء، لأن اللي ماتوا أكيد مش أحسن أبدا من اللي خدوا حكم إعدام بالأمس. ورغم انتهاج الكثير من القنوات الخاصة والحكومية لخط واحد يعزف على وتر الانقلاب، فهناك مواطنون أدركوا ما يحدث. هو سامع حضرتك معظمه كذاب. طب احنا بنعتبر الرئه بتاعه الجمهور واحنا موجودين بس يا فندم، دي وجهه نظرك وتحترم برضو، بس هو احنا اكبر دليل هي من طين البلد دي، وبقول لك معظمكم كذابين. يعني اعتبرت الأستاذة سامية وقوفها أمام الكاميرا فرصة للتعبير عما بداخلها من غضب من الوضع الراهن، فلخصته بحرفية مواطنة متجاهلة محاولات إسكاتها. ولادنا الحلوين بيهربوا بره البلد، ولادنا اللي المفروض نعتمد عليهم، شبابنا مستقبلنا بتموتوهم، بتضربوهم بالرصاص. يا حاجة سامية، كل المسؤولين واحدة مصرية. ولكن محاورها كان له رأي آخر. يا حاجة سامية، اتفضل يا أستاذ. يا حاجة سامية، يا حاجة سامية، الوطنية وحب البلد يا حبيبتي ما ينفعش انك انت تحتكريها لنفسك. كلنا بنحب البلد وكلنا بنعمل في مجالاتنا، كل في مجاله علشان بناء مصر الجديدة. وإذا كنت انت بتحبي البلد إيراد، في غيرك بيحبها 500 إيراد، وإن شاء الله هنبنيها. وما تصدر لناش خطاب الكراهية وخطاب التشاؤم وخطاب السلبية اللي عمره ما بيبني مستقبل شعوب. هو ده اللي أنا عايز أقوله لك. يفترض أن يكون المواطن هو عين القصد من الوسيلة الإعلامية، ولكن يبدو أن الإعلام مؤخرا قرر تجاهل مئات المكلومين والمضي قدما في دعم أنظمة وحكام.